أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان الأخ العزيز أبو علاوي من أهالي شعلة الصدرين يسأل، يقول: ليش العراق محترم من دول الجوار ومن دول العالم؟ قلت له: شلون؟ قال: هواية، يعني اكو اشياء تحس بيها بان العراقي محترم. قلت له: مثل ايش؟ قال: مثلا الجارة العزيزة تركيا، رغم علاقتنا الوطيدة وياها ورغم كل الامور والحالة الاقتصادية، يعني التبادل التجاري وياهم، احنا يعطونا شهر اقامة سياحية. دول الخليج يعطوهم 3 اشهر. بيلاروسيا، دول الخليج يعطوهم بدون فيزا لمدة شهر أو أكثر. إحنا إلا فيزا وإلا طلبية وإلا ما أدري شنو. الأردن الشقيق انطب له سين وجيم: أنت شيعي، أنت سني، وين رايح، وشنو علاقتك بالنظام السابق، وشنو رأيك بالنظام السابق، ومن هاي الأشياء. ليش إحنا محترمين؟ شو مسوين؟ أنا يقول أستغرب، يعني ما أدري يعني صوت من صوت حكومتنا، صوت الدول هي نفسها. ما أعرف. يقول: أنا أترك هذا الموضوع إلك حجي، أنت شوية تفتهم وأكبر من عندنا سنا. أولا أخي العزيز أبو علي، أنا أشكرك على تواصلك ويانا. والشيء الثاني أقول لك، يعني أنا هماتينا أيضا حاير. ليش العراقي محترم؟ حقيقة يعني محترم، مو شلون مكان تروح للجارة تركيا يعطوك شهر سياحية، بس شهر. دول الخليج يعطوهم 3 اشهر. نفس الشيء أنا هم أيضا مثلك، يعني مثلا بيلاروسيا وغير بيلاروسيا وما أدري منهم. والأردن خوب اسكت وخليها. ما أعرف أنا علما أناشد أنا كل سيد، وأناشد كل شيخ وكل حجي وكل أستاذ وكل دكتور، أناشد كل السياسيين اللي بالعراق: ليش ما إن قيمة؟ جوازنا ليش ما محترم؟ ما محترم. مجرد يباوعك عراقي، لو يدير وجهه، لو يشمر الجواز عليك، لو تسلم عليه ما يرد السلام. شنو؟ ما أعرف ليش هيك. نقول كان قبل أحسن؟ لا، مو أحسن. ما أعرف يعني. أنا أيضا أسأل: لازم الدولة العراقية، وزارة الخارجية، السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، يجتمع ويا الوزراء. شنو الطريقة، أو شنو الطريقة اللي يخلي بيها الجواز العراقي يرتفع للأعلى والناس تكون محترمين؟ ما أعرف شنو يخلي هم يحلوها. يعني أنا أترك هذا الموضوع المجلس الوزراء المحترم وللشخص السيد محمد الشياع السوداني أن يخلينا قيمة لجوازنا. يعني ما يحترمون عمي. أبسط شيء الدول اللي يمك ما تحترمك. ما أعرف ليش، ما أعرف. يلا يا أخوان، وهسه نقول لكم يا أخواني الأعزاء، نقول لكم مع ألف سلامة، وعاش العراق.